يوم السبت 1 نوفمبر ده كان يوم تاريخي في حياة المصريين، لأن اليوم ده اللي تم فيه افتتاح المتحف المصري الكبير واللي مساحته بتوصل لنص مليون متر مربع تقريبا، وتم عرض فيه أكتر من 100,000 قطعة أثرية. والمشروع ده تكلفته تعدت المليار دولار، معظمه تمويل ياباني علشان مصر تعرض تاريخها فيه. فيا ترى ايه اللي بيخلي المتحف ده مختلف عن بقية المتاحف، وايه الحاجات اللي جواه اللي لسه لحد دلوقتي محدش شافها، وازاي قدروا يجمعوا 5000 قطعة من كنوز الملك توت عنخ آمون في مكان واحد لأول مرة في التاريخ؟ فيعني لو ما عملتش اللايك والاشتراك انزل اعملهم دلوقتي، وخلونا نحكي الحكاية ونشوف الموضوع. قبل ما ما نبدأ الفيديو، حابب أشكر جدا مدرسة علي بن أبي طالب على البوستات الجميلة اللي كانوا بينزلوها لي وعلى الكلام الجميل، وكمان حابب أشكر القائمين عليها أستاذ محمود طاحون وأستاذ شيماء منطاوي، وشكرا جدا ليكوا على الدعم الجميل ده، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن حضراتكم. يلا نكمل الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العبقري. قبل ما نتكلم عن المتحف المصري الكبير وعن تصميمه المبهر والرائع، احنا محتاجين نرد بس على سؤال واحد، وهو احنا ليه محتاجين متحف بالحجم ده؟ طب يا عم ما مصر مليانة متاحف، اشمعنى المتحف ده؟ على مدار اكتر من قرن ونص الاثار المصريه كانت بتواجه مشكله غريبه جدا، وهي ان عدد الاثار اللي في مصر كبير جدا لدرجه ان المتاحف اللي في مصر مش قادره تستوعب الكم الهائل ده. والاثار دي طول عمرها عامله زي الرحاله بتتنقل من مكان لمكان. يعني مثلا في سنه 1851 كل الاثار المصريه اللي كانت مكتشفه وقتها كانت معروضه في مكان في الازبكيه، وبعدين اتنقلت جوه قاعه داخل قلعه صلاح الدين الايوبي، ولان المكان ما كانش مكفي اتنقلت بعدها المتحف في بولاق في سنه 1863. وللاسف مبنى بولاق تضرر بسبب الفيضان ده، غير بقى ان في نفس الفتره تم اكتشاف خبيئه الدر البحري واللي طلع منها عدد ضخم من المومياوات الملكيه والادوات الجنائزيه، فمتحف بولاق ما بقاش مناسب. فكان الحل الانسب وقتها هو ان المجموعه دي تتنقل لقصر اسماعيل باشا اللي في الجيزه، اللي هو حاليا حديقه الحيوان، لحد ما في نوفمبر سنه 1902 تم افتتاح المتحف المصري اللي هو في التحرير على مساحه 15,000 متر مربع. طبعا ده كان انجاز كبير جدا وقتها، لكن بقى مع تدفق الاكتشافات الاثريه وخصوصا اكتشاف مقبره الملك توت عنخ امون سنه 1922 المساحه ما بقتش كافيه، والاف القطع الاثريه كانت متكومه في المخازن، لدرجه ان مجموعه توت عنخ امون واللي بيوصل عددها لاكتر من 5000 قطعه اثريه ساكن في المخازن وعمرها ما شافت النور. الفجوه بقى بين عدد القطع الاثريه الكبير وقدره الاستيعاب القليله هي دي بقى اللي مهدت لبناء المتحف المصري الكبير. فكرة المتحف المصري الكبير هي ما كانتش فكرة جديدة، الفكرة اتعرضت لأول مرة سنة 1992، وكان تم اختيار موقع المتحف على هضبة الجيزة واللي بتبلغ مساحتها 117 فدان، أو ما يعادل 500 ألف متر مربع، وهي المساحة اللي بتخليه أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة. أنت لو مش متوقع الحجم ده، فالمتحف المصري الكبير يبقى ضعف متحف اللوفر اللي هو في فرنسا، وكمان ضعف المتحف البريطاني، وكمان 5 أضعاف متحف المتروبوليتان الأمريكي. ده كمان المتحف كان مكانه استراتيجي جدا لأنه بيقع أمام الأهرامات، فبيديك إحساس عظيم جدا. حجر الأساس للمتحف يا صديقي كان في سنة 2002، يعني من 23 سنة. وفي نفس السنة الحكومة المصرية أعلنت عن مسابقة عالمية معمارية تحت رعاية اليونسكو علشان يختاروا أفضل تصميم للمتحف ده، وتقدم للمسابقة أكتر من 1500 تصميم من 83 دولة مختلفة، واللي فاز بالمسابقة هو شركة أيرلندية. وكان فلسفة التصميم قائمة على إن المتحف لازم يكون امتداد طبيعي للهضبة مش منافس ليها، وبكده قدروا يحافظوا على المشهد البانورامي للأهرامات كخلفية طبيعية، وصمموا الواجهة الأمامية ليه على شكل مثلثات مشطوفة اللي بيسمح لضوء الشمس إنه يدخل المبنى ويوفر إضاءة طبيعية للمكان، علشان في سنة 2005 تنتهي الرسومات الهندسية والتصميمات وتبدأ بقى مرحلة البناء والتشييد. وقبل ما يتم بناء أي قاعة من قاعات العرض، بنى أولا مركز الترميم اللي هيستقبل بعد كده آلاف القطع الأثرية علشان يرممها ويجهزها للعرض. والمركز اتبنى لوحده على مساحة بتوصل ل 32 ألف متر مربع، وموجودة تحت مستوى سطح الأرض بحوالي 10 أمتار علشان يوفر بيئة معزولة ومثالية تحافظ على القطع الأثرية الحساسة. والمركز نفسه تم الانتهاء منه بالكامل سنة 2010. فعلا يا صديقي المركز استقبل أكتر من 50 ألف قطعة أثرية قادمة من جميع مخازن ومتاحف مصر، وكانت أول قطعة تشرف في المتحف المصري الكبير هو تمثال
رمسيس الثاني اللي كان موجود الاول في ميدان رمسيس امام محطة مصر، واللي بسبب ارتفاعه الطويل ووزنه الضخم اللي تعدى 83 طن جابوه ودخلوه في المتحف قبل ما يبنوا حتى المبنى الرئيسي، وبعد كده بقى بنوا حواليه. وعملية نقل التمثال اصلا يا صديقي دي كانت في غاية التعقيد والغرابة. والمرحلة بقى اللي بعد كده كانت هي بناء المبنى الرئيسي، واللي اتبنى على مساحة 100,000 متر مربع تقريبا، وشارك بقى في بناؤه اكتر من 5000 عامل و9000 موظف ما بين مهندسين وفنيين يشتغلوا ليل نهار علشان في سنة 2023 يتم الإعلان عن اكتمال أعمال البناء بالكامل بتكلفة إجمالية تخطت $1,000,000 علشان يبقى المتحف المصري الكبير اتبنى في حوالي 20 سنة. وللمفارقة دي نفس المدة اللي اتبنى فيها الهرم الأكبر. يلا قوم البس وجهز لنفسك كده يا صديقي، هنروح زيارة للمتحف المصري. اهو يا عم انا مش حرمك من حاجه، دلعك اهو، هوديك زياره للمتحف المصري وانت قاعد بتتفرج على الفون اهو. اول ما نروح للمتحف هنلاقي في الساحه مسله عملاقه، وهي اول مسله معلقه في العالم كله. والمسله دي لما كانوا بينقلوها لقوا في القاعده بتاعتها خرطوشه ملكيه تشبه الختم، وكان مكتوب عليها الملك رمسيس الثاني. ولان الخرطوشه دي كانت في قاعده المسله فكان مستحيل الواحد يشوفها، علشان كده المسؤولين عن المتحف رفعوا المسله على 4 اعمده وحطوا ما بينهم سقف ازاز شفاف علشان الزائرين يقدروا يمشوا من تحت المسله ويشوفوا الخرطوشه من قاعده المسله. طبعا دي برضو ما كانتش مهمه سهله جدا، خصوصا ان المسله كان وزنها حوالي 80 طن. بعد بقى ما نعدي من ساحه المسله ندخل من بوابه المتحف الرئيسيه، هتلاقي في وشك تمثال الملك رمسيس الثاني لوحده كده واقف في النص منطقه البهو العظيم، واللي مساحتها بتبلغ 10,000 متر مربع. ومن البهو العظيم هيقابلك سلالم ضخمه وهي الدرج العظيم، واللي بقى بتعتبر سلالم وقاعة عرض في نفس الوقت. الدرج ده بقى مساحته 6000 متر مربع، وعلى طول جوانب السلالم هتلاقي على يمينك وعلى شمالك 80 تمثال اثري ضخم جدا بيمثل آلهة وملوك مصر القديمة من اول عصور ما قبل التاريخ ولحد العصور اليوناني الروماني. بيعرضوا في كل مرحلة 3 موضوعات رئيسية: شكل الملك وعلاقته بالآلهة المصرية القديمة ورحلة الملك للعالم الآخر. وكل بقى ما الزائر بيطلع سلمة كأنه بيتقدم خطوة في تاريخ مصر علشان تنتهي عند آخر سلمة من فوق، واللي من عندها هتلاقي واجهة زجاجية عملاقة جدا بتطل بقى على الأهرامات الثلاث. لحد هنا احنا لسه بنسخن، احنا لسه ما دخلناش في القاعات التانية. بعد بقى ما ربنا يكرمك وتقف قدام الواجهة الزجاجية هتلاقي على ايدك اليمين قاعتين منفصلتين للملك توت عنخ آمون، وعلى ايدك الشمال بقى هتلاقي 12 قاعة وهم القاعات الرئيسية للمتحف المصري الكبير، واللي هنلاقي فيهم أكتر من 100,000 قطعة أثرية، وكانوا متقسمين لأربع أجزاء، كل جزء متقسم ل3 قاعات ماسكين فترة معينة بكل تفاصيلها. عندك مثلا أول 3 قاعات بيعرضوا نشأة الحضارة المصرية من أول عصر ما قبل الأسرات مرورا بعصر التوحيد الأول على يد الملك مينا، وكمان لحد عصر بناة الأهرامات. وال3 قاعات اللي بعدهم بيعرضوا عصر الدولة الوسطى من بداية التوحيد الثاني اللي قام به الملك منتحتب الثاني، وشكل المجتمع المصري وقتها ومعتقداته، وبعد كده غزو الهكسوس وتحرير مصر على يد الملك أحمس. وال3 قاعات بقى اللي بعدهم كانوا بيعرضوا تاريخ مصر الحديثة، واللي يعتبر بقى العصر الذهبي وعصر الإمبراطورية والانفتاح المصري. هتلاقي بقى فترة التوحيد على يد أخناتون وظهور الملك توت عنخ آمون من بعده، واخر 3 قاعات واللي بيعرضوا عصر الانتقال الثالث ولحد دخول الاسكندر الاكبر والجاليات الرومانيه اليونانيه داخل مصر. وبعدها بقى نيجي عند اهم محطه في المتحف المصري كله، وهم القاعتين بتوع الملك توت عنخ آمون. وده بقى المكان اللي اتجمع فيه كنوز الملك الذهبيه لاول مره في التاريخ في مكان واحد تحت سقف واحد. من اول ما تم اكتشاف المقبره على ايد هوارد كارتر في 4 نوفمبر سنة 1922 ولحد ما قبل افتتاح المتحف المصري الكبير، وعمر ما القطعة دي اجتمعوا مع بعض أبدا. المتحف المصري اللي في التحرير كان معروض فيه 1800 قطعة من أصل إيه بقى؟ من أصل 5398 قطعة. تخيل. ومعظم بقى القطع اللي كانت فاضله كانت موجوده بقى في المخازن مركونين. بس المهم القاعتين المخصصين داخل المتحف المصري للملك توت عنخ آمون كانوا على مساحه 7500 متر مربع، وهيتم فيها عرض كل حاجه تخص الملك توت عنخ آمون، من اهمها طبعا القناع الذهبي وحاجات تانية كتير. جانب كل الحاجات اللي احنا قلناها دي يا صديقي، المتحف المصري هيضم حاجات متنوعه اكتر. مثلا عندك في متحف مخصص للاطفال على مساحه 5000 متر مربع، وده بقى فيه انشطه وحاجات جميله جدا
جدا للاطفال، ده حتى كمان ذوي الهمم ليهم قاعات مخصصه ليهم مجهزه بتسهيلات ليهم تحديدا علشان الكل يقدر يستمتع. وكمان موجود جوه المتحف قاعه مؤتمرات على مساحه 40,000 متر مربع، ده غير بقى في اماكن للطعام والتسوق، وكلها بقى عناصر محطوطه علشان المتحف المصري الكبير ما يبقاش واجهه اثريه، يبقى واجهه متكامله. المتحف المصري الكبير يا صديقي بدأ كحلم وبقى حقيقة على أرض الواقع، ودي بقى كانت هدية مصر للعالم كله، ولازم كل المصريين يا صديقي إنهم يفتخروا بتراث أجدادنا. وأنا من موقعي هذا أحب أشكر كل القائمين على المتحف المصري الكبير وكل من يسعوا في رفعة مصر. شكرا جدا لكم. بس دي نهاية الحلقة، فما تنساش بقى اللايك والاشتراك، وتنزل تبص على المصادر وتشوف الحلقات اللي فاتت، وتستنى إن شاء الله الحلقات الجاية. بس يا صديقي، سلام.